السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. الجوله الثامنه خلاص خلصت من الدوري الانجليزي واحنا داخلين على فتره توقف دولي. انا جاي اقول لك خبر حلو جدا بصراحه. محمد صلاح بقى في قمه الهدافين النهارده. محمد صلاح في المركز الرابع بعد احرازه هدفين في برايتون النهارده. احرز هدفين، هدف من ضربه جزاء وهدف عادي. محمد صلاح في المركز الرابع ب5 اهداف. طبعا ايرلينج هالاند الحمد لله واقف عن التهديد، بقى جاله مباراتين 3 وواقف عند الرقم 8 من الاهداف. كنت اتمنى ابو صلاح يجيب الهدف السادس النهارده عشان يتساوى مع سون اللي هو في المركز الثاني ب6 اهداف. ايرلينج هالاند في المركز الاول ب8 اهداف، وطبعا سون في المركز الثاني ب6 اهداف، والكسندر ايزك في المركز الثالث ب6 اهداف ايضا. محمد صلاح وجوردون بوين طبعا هما الاثنين كل واحد 5 اهداف. محمد صلاح من قاع الترتيب في الهدافين الى طبعا اوائل الهدافين النهارده. كان نفسي يجيب الهدف الثالث بصراحه في برايتون، بس يعني ايه ما حصلش نصيب. فده ترتيب هدافين الدوري الانجليزي. على فكره مش محمد صلاح مش من ضمن الهدافين بس، ده من ضمن الصناع. محمد صلاح في البريميوم ليج حتى الان في 8 جولات صانع 4 اهداف. محمد صلاح ما بيخشش مباراه الا لما يصنع فيها او يجيب اهداف فيها. ما شاء الله محمد صلاح صانع 4 اهداف. ما فيش حد صانع اكتر منه غير بيدرو نيتو وجيمس ماديسون، كل واحد صانع 5. محمد صلاح لو كان صانع النهارده كان هدف كان هيبقى في قمه الصناع ومع قمه الهدافين. فده ترتيب الهدافين وترتيب صناع الاهداف في الجدول. طبعا جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجوله الثامنه، واحنا داخلين على فتره توقف دولي لحد يوم 20 في الدوري، لحد يوم 20 في الشهر. فمش هنشوف اي مباراه ثانيه الا المباراه بتاعت المنتخبات. اتمنى طبعا لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.